والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جكرات؟ وحشني يعني، بقالي يومين مختفي يعني، بس ان شاء الله هنعوضهم يعني. تمام. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي، وحد الله، لايكك اشتراكك، ظبطنا كده وروقنا عشان نروق عليك انت. تمام. جايين النهارده مع تسريبات لا هي مش تسريبات، هي حاجات خلاص بقت مؤكده يعني. احنا جايين لكم مضمون. مبدئيا بس كده للي مهتمين، عروض الجواهر اللي هي 2 اكس. يعني مثلا انت عايز تشحن عرض الجواهر مضاعف، اسم في 2 اكس ده بيجي كل فتره. فهنا عندنا المواعيد الجايه، العشر مواعيد الجايه دي لمواعيد عرض ال 2 اكس. بدل ما يعني مثلا لو هتشحن 100,000 جواه هيضاعفوا لك 200,000 وبنفس السعر. فاهمين. وعندنا اسمه ده رابط، مش رابط، عندي واحد صاحب معرفه يعني بيشحنه بسعر رخيص. يعني ممكن بيشحن لك ال 250 مثلا، 200,000 جوهر مثلا في عرض ال 2 اكس ب 350 جنيه. فده ممكن تستفاد منه، فكلمني خاص وانا هوصلك بيه. وعنده ستور برده كده كبير، وفي ضمانات يعني ما تخافوش. مش بيخش الحساب عشان يشحن. تمام. عندنا مثلا يوم 4 ابريل، عندنا 18 ابريل، 9 مايو، 23 مايو. يعني دي مواعيد ال 2 اكس. تمام. انتوا شايفين اهو قدامكم ال10 مواعيد الجايه. تمام. نيجي على اللي بعده. نيجي احنا كل ده لسه هنا في الخفيف، فنقول لكم كل الاخبار، كل حاجه. هنا طبعا انتوا عارفين ان احنا عندنا ماتشات في قسم الليجا. تمام. فاحنا هنا يعني بيقول لك هم هيكون 5 ويك. تمام، 5 اسابيع. فاول اسبوع لعبنا ريال مدريد والسونا وليجانيس ريال وخلاص دي بلديه. عموما لعبناهم. وفي الاسبوع ده لعبنا برشلونه وفالنسيا. انا مش فاكر الاسماء دي مكتوبه ازاي يعني، وريال بيتيس واسبانيول. في الاسبوع الثالث بقى هنلعب اتلتيكو مدريد وريال سوسيداد ولاس بالماس وفالنسيا. تمام. وفي الاسبوع الرابع هنلاعب اتلتيكو كلوب. بصوا، هو دي اختصارات الانديه عشان مش عارف اختصارات الانديه بالظبط بتاع الدوري الاسباني. عارف بتاعت الدوري الانجليزي دي انا حافظها صم يعني، فاهمين. وجيرونا وسيلتا فيجو وديبورتيفو الافيس. فيا ريال في الاسبوع الخامس. آه، ودي برضو معانا انا مش عارف الصراحه. بص، هم دول اللي عندنا، وختافي برضه في اخر ماتش فيهم. تمام. دي الماتشات اللي هتكون عندنا يعني في الاسابيع الخمسه، يعني الثلاثه الفاضلين بقى. تمام. نيجي بقى هنا على الخبر المهم والجامد والحلو جدا اللي هيعجبكم الصراحه يعني. عندنا حدثين جايين يوم 27 مارس ويوم يوم 1 ابريل اللي هو الشهر الجاي. 1 ابريل ده تقريبا هيكون في نص الاسبوع، يوم الاثنين الثلاث، حاجه زي كده. تمام. هيكون يعني عشان كسبة ابريل وكده. طبعا احنا ما عندناش كسبه يعني دي حاجه تخصهم، بس هم هيدونا يعني زي هيدونا باكا كسبة غالبا. يعني هم قايلين لنا هيدونا كده زي هديه جيفت. قايلين هيدونا جيفت كده ابريل فول جيفت. ومكتوب يعني مجهول ايه هي الهديه. غالبا يعني هتكون خازوق يعني من الاخر يعني، بس منظر كده عاملينها برود. لو بتدوا لعيبه ستينات يعني وتعملوا لنا الوكاوت زي ما عملوا السنه اللي فاتت. عملوا الوكاوت بتاع مثلا، كانوا جايبين لنا في حدث التوتس السنه اللي فاتت. كان نزل حدث التوتس السنه اللي فاتت. كانوا جايبين لنا مثلا حد يلعب معانا حدث التوتس. مثلا كان في هالاند، كان جايب لنا نرويجي سترايكر بس. نادي ولا انا ولا انت تعرفه ولا اهاليهم حتى يعرفوه. يعني اهل اللعيبه اللي النادي ده ما يعرفوش، ويطلعوا حاجه و60. يعني هاتوا لنا شويه لعيبه، انا موافق عادي يعني بالنسبه لي. تمام. ده بالنسبه لكسبه ابريل. عندنا بقى في يوم 27 مارس هينزل لنا حدث الام ال اس، الدوري الامريكي اللي انا كلمتكم عليه من كام يوم. هينزل لنا يعني مكتوب عندنا هو انت نون. لسه الحدث مش متسرب عنه اي حاجه، بس هو الاكيد انه هينزل ميسي. يعني هو ابرز واحد في الحدث، مستحيل ما ينزلش لان في 99%، لا ده 100% نازل، فاهمين. فيعني كان عندنا مثلا الاسبوع اللي فات ايه، النسخه الاخيره اللي كان نازل برضه في 2024. حتى لو دخلتوا اللعبه هتلاقوه لسه موجود. ف حتى بصوا شوفوا حدث الدوري الامريكي اهو. حتى كان نازل لها ميسي كام 100 قصدي 100 ايه بس 96، جيرارد، دروجبا، بيزيلا، كامبوس، كين، بيرلو، لامبرت. تمام. دي اللي كانت لعيبه كانت نازله لنا في نسخه اف سي 24. دي كانت اللعيبه اللي نازله لنا وكده. فاكيد ميسي نازل، جوردي البا، سواريز كده يعني، فاهمين، السين، اللعيبه الحلوه دي وهيريرا وكده يعني. فده هيكون حدث الدوري الامريكي موجود معانا من الاسبوع الجاي، يوم الخميس الجاي يعني يوم 27. وعندنا هنا برضو احلى حاجه بقى، راود تو ذا فاينل. ده هيكون حدث دوري ابطال اوروبا، يعني هم مسمينه الطريق للنهائي. تمام. الحدث هيكون سايد ايفنت، حدث جانبي. هيكون في تصريح نجم صغير. والحاجه ده هيكون يعني صغير، مش هيكون حدث كبير، هيكون حدث صغير كده. بس هيكون احسن حاجه فيه لو شايفين اهو عندنا RTTF. دي معناها ايه؟ هيكون عندنا لعيبه بتتطور. يعني اوفرات اللعيبه هتتطور معانا. ويعني يعني مثلا هوريكم حاجه. مثلا عندنا هنا رافينها مثلا، لو انت مثلا عايزين نسخه 107 لاعب ممكن عايز يوصل ل 110. تمام. ممكن 109 و110 حتى، انا مش متاكد، بس هو الاوفرات هتزيد لاعلى بقى من 107. 109 و110 مش اكيد، بس 108 لا، هي 109 110. مثلا لو عدى لو برشلونه عدت لنص النهائي هيبقى 108.
ولو وصلت للنهائي هيبقى 109، ولو كسبت النهائي هيبقى 110. تمام تمام. فهو حتى الان مش مؤكد اذا نص النهائي التاهل ليه هيزود اوفر ولا لا. فهي دي اللعبه، انت ممكن تختار، لا انت هتختار لاعب وممكن تبدل اللعيبه بنقاط، هيكون في برضه تبديل بنقاط. فانت مثلا ممكن تجيب لاعب، ولو عايز تبدل حد برضه بنقاط تفتح حلقه شويه تبدل بنقاط وتجيب لاعب ولا حاجه ممكن تجيب. ولو اللاعب تاهل ولا مش عارف ايه اللي حصل وكده يعني، ف اوفر هيزيد معاك. تمام تمام. يعني مثلا عندنا اللعيبه المتوقعه مثلا انها تنزل، عندنا بلينجهام، رافينها، هاري كين، دي ماركو، كيميتش، جابرييل، اديمي، نونو مينديز، تيليمانس. الفرق طبعا اللعيبه كلها من الفرق اللي متاهله حتى الان ربع النهائي. دومفريس، داني اولمو، ساني، راشفورد، فيران توريس، مينيز، وبتاع دورتموند ده. وعندها برضه صورة تانية برضه اللعيبة التانية متوقعة برضه إنها تنزل، كورتوا، جيراسي، امبابي، ده مين ده، عثمان ديمبلي، هافرتز، رودريجو، تورام، رايا، باركولا، سومر، جروس، تشيزني ده مليون في المية هينزل يعني، ده قرار جامد جدا. وعندنا الحاج إيريك داير، بايرن ميونخ، ومورينيو، اسينسيو، ودوي الموهبه الشابه لباريس سان جيرمان. تمام. يعني الاوفرات يعني ملهاش دعوه، يعني هي دي مجرد بس توقعات اللعيبه اللي نازله، الاوفرات كده محطوطه كده منظر، فاهمين؟ تمام. وتمام نيجي هنا على بقى اخر حاجه عندنا النهارده، وهو حدث الفايكنج. الحدث ده يعني اول مره ينزل اصلا في تاريخ اللعبه، سواء كان فيفا او اف سي. بس الحدث ده نزل في اف سي الكوريه ولا الصينيه ما اعرفش، عموما هي تبع نفس الشركه برضو، لما بيعوزوا يجربوا حاجه بينزلوها فيها الاول. فهو نزل لهم هناك حدث الفايكنج، فهو محتمل انه برضه ينزل لنا قريب، يعني ممكن في حدثين ثلاثه ولا حاجه، فطالما لسه بيجربوا فيه. واحتمال ما ينزلش اصلا، بس هو يعني حبينا نقول يعني مثلا عندنا لعيبه من الحدث الفايكنج نازله مثلا زي زيدان، رونالدو الظاهره، فييرا، مثلا رونالدينهو، وبيرلو، ومش عارف مين ده، ريبري، لا مش ريبري، مش عارف. بس عموما دي لعيبه برضو يعني موجوده برضو في هناك عندهم في اف سي. فعموما ده كان كل حاجه النهارده، فلو عجبك الفيديو حط لنا لايك، اشترك في القناه، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، حاجات كده يعني. روق علينا نروق عليك بكل سهوله. عندنا فكره فيديو جامده قوي نازله بكره، فجهز حالك وفعل زر الجرس زي ما قلنا. واحد الله، صلي على النبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.